السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم وعاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا امبارح كانت مباراة الأهلي والإسماعيلي، وانتهت بفوز الأهلي بأربع أهداف دون رد. وقبلها الساعة 4 كانت مباراة الزمالك وبتروجيت، واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. بعد ما كان يعني لولا خطأ المدافع بتاع بتروجيت اللي أحرز الهدف في نفسه، كانت المباراة انتهت بفوز بتروجيت 1-0، ولكن النتيجة النهائية 1-1. بعد مباراة الأهلي فوجئت في السوشيال ميديا إن كم رهيب جدا من جماهير أو من مشجعين الزمالك اللي ينتمون لنادي الزمالك طالعين بيطالبوا، هم اللي بيطالبوا بعدم الذهاب للاستاد يوم 22/2 للعيبة، وينسحبوا بأي شكل من الأشكال. أتوبيس باص بقى، دور برد، جو، حالة الطقس خطر على اللعيبة باشا. وده إيه؟ يقولوا إن إحنا ما ينفعش نقابل النادي الأهلي وهو بالمستوى ده، لأنها تبقى فضيحة علنية. طيب، انا ضد كل الكلام ده، انا مش مع مشجعين الزمالك في ده. ليه يا جماعة؟ احنا مهما حصل في الاخر الاهلي والزمالك اخوات. اخوات يعني، الدنيا سهلة جدا جدا، ابسط مما تتخيلوا. ومش هيحصل اللي في دماغكم، لا. ده الاهلي مجهز لكم في اليوم ده احتفال يليق بمباراة قمة بين النادي الزمالك العظيم، نادي الزمالك الكبير ذو التاريخ الكبير، ونادي الاهلي الكبير ايضا، نادي القرن. يعني قمتين كرويتين على مستوى قارة افريقيا. فالاهلي محضر احتفال، اداره الاهلي اللي انا علمته ده المفروض ما اقولوش، لكن انا علمت بيه. آه، الحمد لله. النادي الاهلي او الحمد لله. شفتوا بقى العطس ده؟ انا هبقول لكم في الاخر ده ليه. النادي الاهلي بادارته وبجمهوره مجهزين احتفال كبير جدا لاخواتنا، اخواتنا وحبايبنا، فرقة الزمالك وجمهور الزمالك. احنا اتنين لا نفترق عن بعض، تاريخ واحد. احنا الاتنين مجهزين لكم، ادارة الاهلي مجهزة بوكيهات ورد محترمة للاعيبة الزمالك ولإدارة الزمالك. كل واحد بوكيه ورد. افتكروا زمان كده ايام ما كانوا بيلبسوا طواق الورد للعيبه، مجهزين لهم بوكيه ورد. هيعملوا اول ما يوصلوا اللعيبه لملعب استاد القاهره، هيعملوا في القاعه الكبيره بتاعه الVIP، هيعملوا احتفال لاعاده الود والمحبه بين الاهلي والزمالك. وهيبقى فيه جاتوه وشوكولاتات وعصاير وصور تذكاريه، وهننزل الملعب ايدينا في ايد بعض. كل لاعب من الاهلي في ايد اخوه لاعب الزمالك، وينزلوا مع بعض تعبيرا عن الود والمحبه، ومفيش ضغينه. اوعوا تدوا فرصه لفريق المستعمر الخليجي انه يفرح فيكم او يفرح فينا. لا لا لا، احنا عايزين اليوم ده يبقى يوم جميل، يوم ممتع، كله محبة وكله أخوة، دون النظر إلى النتيجة. النتيجة دي أصلا في إيد ربنا سبحانه وتعالى. طب ما عادي يعني، أصل الأهلي يكسب أو الزمالك يكسب، إحنا سنظل في الآخر إحنا الاتنين إخوات. فبلاش النغمة دي، بلاش نغمة الانهزامية دي. انتم فرقة كبيرة قد الدنيا وقادرين تهدوا الدنيا. ده احنا نفسنا كجماهير الاهلي قلقانين من هذه المباراة، خايفين. تعالوا، انا بدعوكم، بدعو جماهير الزمالك العظيمة المحترمة اللي انا بحبها، تيجي بتاخد التذاكر بتاعت الزمالك كلها. العدد المخصص لجمهور الزمالك، عايز ما الاقيش كرسي فاضي. احتفلوا بلاعيبتكم، ادوهم الثقة في نفسهم وهم قادرين. وعايز برضو جماهير الاهلي تبقى متواجدة في الاستاد، ما تسيبش كرسي فاضي. عايزين نشوف يوم كله حب، كله سعادة، كله ود. يعني مهما كانت النتيجة يا جماعة، النتيجة عمرها ما هتغير في العلاقات الرياضية بين الأهلي وبين الزمالك. شفنا الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه لما راح زار مقر نادي الزمالك، وحالة الود والحب مع الكابتن حسين لبيب، والمقابلة الجميلة.
عايزين نشوف ده، عايزين روح الحب والتراخي في المقصورة الرئيسية بين مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة الزمالك، يقعد واحد جنب واحد جنب واحد، أهلي زمالك أهلي زمالك، وإيديهم متشبكة في إيد بعض، وقاعدين بحب وبأخوة. مفيش حاجة تدعو للي انتوا عاملينه ده. احنا في الآخر إخواتكم. وبعدين انتوا هتلعبوا مين؟ هتلعبوا النادي الأهلي، نادي لطيف جميل، كورته حلوة زي كورتكم. الزمالك كورته حلوة وجميلة، هتلعبوهم. مش رايحين تقابلوا جنكيز خان يعني ولا التتار، لا. ده فريق الأهلي فريق محترم، ولاده مؤدبين ومحترمين، وما كانوش يقصدوا من اللي حصل امبارح في مباراة الإسماعيلي أي شيء من اللي في دماغكم، لا. هو أصل اللي هقول لكم اللي حصل إيه. جماهير الإسماعيلي دايما كانت لما بتشتم جماهير الزمالك في مباراة الزمالك، فكانت بتشتم مع جماهير الأهلي. فجمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي قعدوا يدوروا، طب احنا عملنا ايه عشان يشتمونا؟ ما لقوش، فقالوا لا، نقصوا عليهم عشان يحرموا وما يغلطوش فينا تاني بس. لكن هل ممكن تتوقعوا انتوا يا زملكاويه يا اخواتي يا حبايبي، تتوقعوا ان احنا ممكن كاهلاويه نعمل ده مع اخواتنا الزملكاويه؟ لا. ازعل 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 والله، والله ازعل. لا، انا عايزكم كده تبقى الدنيا ريلاكس، وتيجوا وبكامل عده الالتراس اللي هو الكورفاسود، بكامل الرايات والطبل والدنيا الجميله، وتعملوا دخله جميله، تعملوا دخله متعود منكم على الدخلات الجميله اللي فيها ابتكار وفن، وتبقوا جايين عرس رياضي. هو عرس رياضي، وانا هفكركم ان شاء الله. هو يوم 22/2 ده هيبقى عرس رياضي، ونبتهج كرنفالات رياضيه. فان شاء الله انا متوقع ان اليوم ده هيعدي يوم جميل، يوم سعيد على كل الاسره الرياضيه في مصر كلها. ومستني كل زملكاوي جميل، كل زملكاوي محب وعاشق لنادي الزمالك عشان يؤازر فرقته. وان شاء الله بيبقى يوم ما فيهوش تعصب ولا فيه نرفزه، في انبساط. كلنا هننبسط ونضحك ونطير البلالين في الهواء، والورود تملى الاستاد والشوكولاتات، ونهني بعض قبل المباراه، ونهني بعض بعد المباراه، والدنيا تبقى جميله. اوعوا تخافوا، ما في الدنيا ما فيهاش خوف، دي رياضه في الاول وفي الاخر يا جماعه، رياضه. وبعد ما نخلص نبقى نعمل، بعد المباراة ما تخلص نبقى نعمل احتفال في مكان ما بقول لكم عليه برضو يوم المباراة. بعد المباراة نبقى نعمل احتفال كما تعودنا كجماهير أهلي، وأتمنى كمان جماهير الزمالك إخواتنا وحبايبنا يحضروا الاحتفال. وبعد المباراة تبقى الدنيا جميلة وحلوة، وما يديش فرصة لأي كائن كان إنه يفرح فينا ولا في الرياضة. هي دي دايما مصر. مصر ساعة الشدة بتبان. فمصر يعني أهلي وزمالك، أو زمالك وأهلي. شفتوا روح الحب والمودة. هي الأهلي وبعدين الزمالك، أو الزمالك وبعدين الأهلي، لأن إحنا الفرقتين كده يا ولاد. إحنا كده كلنا حب، أواصر الحب، روابط المحبة والأخوة بيننا وبين بعض. مفيش داعي لكل الهيصة اللي انتوا عاملينها دي. ده مباراة، وبين مين ومين؟ الأهلي والزمالك. هيجي واحد بقى يطلع يقول ده بيمرهمنا وبيجر رجلينا عشان نيجي، لا احنا مش هنيجي. اي صدقني، يعني ما تجيش ليه؟ لا، تعالى تعالى، في انتظارك اخوات واحبه، وهننبسط كلنا مع بعض، وهيبقى يوم رياضي جميل. وهفكركم بعد المباراة ان شاء الله رب العالمين. حبايبي، السلام عليكم.